زالت الدول تسعى إلى مصالحها، والتقاربات الأخيرة بين النظام السوري والنظام التركي هو تقاطع مصالح هذين النظامين. كل يسعى أو كل يغني على ليلاه، كل يسعى إلى تحقيق مصالحه من هذا التقارب. ورغم هناك فجوات كبيرة متواجدة بين هذين النظامين، ولكن مصالحهم أدت إلى أن هذين النظامين يتقربون من بعضهم بالفترة الأخيرة. شهدنا بالفترة الأخيرة هناك لقاءات، لا يخفى على أحد أن اللقاءات كانت متواجدة أو موجودة قبل هذه اللقاءات العلنية. كان هنالك لقاءات سرية، ولكن على المستوى الأمني. منذ بداية الثورة السورية إلى هذا الوقت كانت هناك لقاءات أمنية سرية، ولكن تسارع الأحداث وقرب الانتخابات التركية أدت إلى أن هذه اللقاءات تخرج إلى العلن، فبدأت بلقاءات أمنية علنية، ومن ثم لقاء على مستوى وزيري الدفاع النظامين في روسيا وبرعاية روسية. هناك هدف مشترك بين هذين النظامين هو القضاء على المشروع الديمقراطي في شمال وشرق سوريا، الذي يعتبره الكثير من السوريين هو الركيزة الأساسية للحل الأسلم والأنجح في سوريا لبناء سوريا تعددية ديمقراطية لا مركزية. هناك تناقضات كبيرة رغم هذه اللقاءات بين هذين النظامين، ويجب أن يكون هناك تناقضات. يجب على النظام السوري ألا ينسى ما فعل النظام التركي في سوريا منذ عام 2011. سبب الخراب والدمار الذي وصلت به سوريا وأوصل سوريا إلى دولة فاشلة هو تدخل السلبي من النظام التركي بالشأن السوري. لم يكن تدخل إيجابي مبني على حسن الجوار والتدخل لحل الأزمة بسوريا على أساس ديمقراطي وعلى أساس يعني يؤمن مصالح كل شعوب المنطقة. هناك تدخل سلبي من الجانب التركي. سبب الخراب والدمار في سوريا هو الجانب التركي. سبب ضرب البنية التحتية وسرقة المعامل بسوريا هو الجانب التركي. تصدير الإرهاب لسوريا كان يأتي عن طريق الجانب التركي. تصدير داعش إلى سوريا، تصدير جبهة النصرة إلى سوريا. الذي حصلت بسوريا هي كان السبب الرئيسي والأساسي به تركيا. فعلى النظام السوري ألا ينسى ما فعلت تركيا به خلال 11 عام، ولا هرولة باتجاه النظام التركي. هناك بالفترة الأخيرة خلال 10 الأيام الأخيرة حصل نوع من الفتور بهذا التقارب إعلاميا. لم يكن فتور بالشكل العلني أو لم تخرج تصريحات من الطرفين. سمعنا منذ يومين تصريح المقداد بأن إذا كان هناك تطبيع يجب على تركيا أن تخرج من الأراضي التي احتلتها. هذا تصريح المقداد. لسنا بصدد تأييد أو رفض هذا التصريح. هذا مطلب شرعي ومطلب حق لكل شعوب المنطقة ولكل الشعب السوري. نحن نرفض الاحتلالات بكل تفاصيلها، نرفض الاحتلال التركي، نرفض الاحتلال الإسرائيلي، نرفض أي احتلال للأراضي السورية، ونطالب وليس فقط نطالب، بل نحن جزء أساسي من وحدة الأراضي السورية، ولا نقبل أي تقسيم للأراضي السورية أو احتلال الأراضي السورية. لأن النظام التركي هو بحاجة هذا التطبيع بسبب قرب الانتخابات التركية، وهو من سعى إلى هذا التطبيع وأراد إعادة العلاقات بينه وبين النظام السوري، متناسي كل الوعود التي أطلقها للشعب السوري بأنه